هلو هلو، أنا بوسي طه. هعمل معاكم النهاردة الأكلة المصرية الأصيلة اللي مش بيختلف عليها اتنين بجد، ولو عملناها كل يوم مش بنزهق منها أبدا. هعمل معاكم النهاردة أحلى مكرونة اسباجيتي بالصلصة بطريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معاكم خطيرة. يلا بينا نبدأ مع بعض الطريقة. معايا نص كيلو من الطماطم، وابدأ اقطعه كده شرايح كده بالمنظر ده علشان يكون سهل معايا وانا بضربه في الخلاط او في الكبة. الطماطم بتاعتكم لازم تكون مستوية كده شوية، ما تكونش جامدة قوي علشان يطلع معاكم صلصة مظبوطة. بقطعهم بالشكل ده كده لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. بضربها كويس جدا في الخلاط او في الكبة. انا بحب اضربها في الكبة علشان خاطر بتطلع معايا كده خشنة شوية وبتخلي الصوص طعمه احلى. بنزل كده بكل الكمية اللي معايا. في الوقت ده مش بضيف مية خالص، انا بسيبها تتضرب كده مع بعضها لمدة دقيقتين. بقطع كده بصلتين صغيرين بالشكل ده كده. المكرونة ما بيبقاش فيها بصل كتير، البصل بيكون قليل فيها، هو بياخد طعم البصل بس التست بتاعه كده عشان بيديها تست كويس قوي. ببدأ اقطعهم كده مكعبات صغيرة خالص بحيث ان هو ما يكونش باين معانا في الاكل بالشكل ده كده. وهقطع واحد فلفل حامي وده اختياري. في طاسة سخنة على النار هنزل ب3 معالق كبار كده من الزيت، وهسيبهم لحد ما يسخنوا كويس جدا بالشكل ده كده. هنزل بقى بالبصل بتاعي كده مع الشطة وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. في الوقت ده النار بتكون متوسطة، ولا عالية قوي ولا هادية قوي، النار بتكون متوسطة. بفضل اقلب فيهم كده باستمرار لحد ما البصلة كده تبدأ تدبل معايا كده بالشكل ده. هنزل عليها بمعلقة كبيرة من الصلصة وهقلبهم كويس جدا مع بعض. بقلبهم كده مع بعض لمدة 5 دقايق على النار لحد ما يتسبكوا مع بعض كده شوية. الحركة دي بجد بتدي تست للمكرونة حلوة قوي، لازم بجد تجربوها على الطريقة دي. اول ما تبدأ تتسبك معاكم كده بالشكل ده هبدأ انزل بالتوابل. نص معلقة صغيرة من الزعتر، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، نص معلقة صغيرة من الكمون، وواحدة من ورق اللورا، ومكعب من الماجي. هقلبهم كويس جدا مع بعض لمدة دقيقتين كده على نار هادية لحد ما اشم ريحة التوابل كده. اول ما يتسبكوا مع بعض كده واشم ريحة التوابل هنزل عليهم بفصين من الثوم مقطعهم مكعبات صغيرة، مش بهرسهم، بقطعهم مكعبات صغيرة، والحركة دي بجد بتفرق جدا في الطعم. هنزل عليهم بقى بالصلصة بتاعتي كده بالشكل ده. هنزل بكل الكمية كده. في الاول النار بتكون عالية، وبعد كده اول ما تبدأ تتسبك معايا بهدي النار خالص. هضيف عليهم نص معلقة صغيرة من السكر وهقلبهم كلهم كويس جدا مع بعض. وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، بتديها لون حلو قوي. وهضيف نص كوباية صغيرة من المية في نفس الخلاط اللي احنا ضربنا فيه الطماطم. ببدأ ان انا اغسله كده واضيف فيه نص كوباية من المية وانزل بيهم كده على الصلصة، وهسيبها بقى واقلبها كده كويس، وهسيبها كده على نار هادية لمدة تلت ساعة وهتكون جاهزة معانا. احنا ضفنا مكعب من المرقة، لو حسيتوا ان هي محتاجة ملح ممكن تضيفوا لها نص معلقة صغيرة من الملح. هنا خلاص كانت بدأت تتسبك كده معانا. اول لما تلاقوا الزيت بدأ يفصل عن الصلصة كده يبقى هي كده خلاص. في الوقت ده بكون ببدأ اسلق المكرونة بقى بتاعتي في مية كده على النار، بضيف فيها معلقتين كبار من الملح. واول ما تغلي معايا كويس جدا ببدأ انزل عليها بالمكرونة ومش بكسرها، بسيبها زي ما هي كده، بجد بتبقى خطيرة. اول ما بحطها بقلبها كده تقلبتين 3 علشان خاطر ما تعجنش منكم، واثناء عملية السلق ما بتغطوش الحلة خالص علشان خاطر ما تعجنش منكم. بقلبها كده تقلبتين وبسيبها على النار لمدة 7 دقايق على حسب نوع المكرونة بتاعتكم. هنا خلاص كانت استوت معايا، بصوا مفلفلة ازاي وخطيرة. هنا خلاص الصلصة اتسبكت بالشكل ده كده، بس بجد لونها خطير ازاي. هبدأ بقى ان انا اشيل كده من الصلصة بتاعتي. انا ببقى عاملة كمية كبيرة شوية، وببدأ ان انا اضيف شوية كده منها في علبة وبحطها في التلاجة وبستخدمها في اي وقت. بتكون جاهزة معايا وبتسهل عليا كتير قوي.
ده بيكون شكلها كده. بحطها لحد ما تبرد خالص وبعد كده ببدأ ادخلها التلاجة. في الوقت ده بقى هبدأ انزل كده بالمكرونة بتاعتي بالشكل ده كده، بقلبها على النار كده لمدة دقيقتين على نار هادية لحد ما المكرونة بتاعتي كده تتشرب من كل الصوص، واضيف عليها رشة خفيفة كده من الزيت، بجد بتخليها مفلفلة معاكم وبتبقى خطيرة. ده بيكون شكل المكرونة. عايزة اقول لكم ان ده احلى والذ طبق مكرونة ممكن تدوقوه في حياتكم، بجد هيطلع معاكم خطير. بجد مهما اتكلم مش هقول لكم المكرونة بجد كانت حلوة ازاي، والصوص كده ماسك في قلب المكرونة. لو انتوا مش بتحبوا الصوص كتير ممكن تقللوا كمية الصلصة، انا بالنسبة لي كده كانت الكمية مناسبة. بصوا المكرونة طالعة مفلفلة معاكم ازاي وخطيرة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير وتعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش دايما ان مع بوسي طه دايما حلاوتها في تتبيلتها.